الاستاذ محمد درغام والد محمد درغام محمد الذي قتله السائق بضربة مطوة بعنقه، ضربه بلمح البصر. انا كنت في العربية بحتك بيها السائق، نزلت من السيارة، نزل السواق يشتم وبيسب الدين. معايا 3 بنات ومعاهم طفلين، الطفلين توأم سنة و3 أشهر. فقلت للسواق انت بتشتم ليه؟ بتسب الدين ليه؟ انت داخل من الشمال لليمين مرة واحدة. فمحمد رد قال له يا استاذ انت دخلت في البرد ما حصلش عندنا حاجة، وبعدين لو حصل عندنا حاجة مفيش مشاكل. طب بناء على هذا قلت لابني ليه تركب العربية خلينا نمشي نروح. محمد بيلف يركب، انا في العربية على الدركسيون، السواق فجأة لقيته دخل على محمد بيقول لا حول ولا قوة الا بالله، راح جايب مطوه وراح ضربه في عنقه من الجنب الشمال، قطع له 20 التاجي في لمح البصر. صرخت العيال في ايه يا بنتي؟ قالت لي اخويا انضرب بمطوه. على بال ما نزلت من العربيه الثانيه جري لحقت ابني من الارض، في حال الذهول بحضر ابني كده وببص ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ضربه بايه؟ ايه اللي عمل ايه؟ انا ما تخيلتش ايه اللي حصل. انا ما فوقتش لنفسي، انا بقول الولد بيموت راح على المستشفى. فخدت ابني في العربيه وجريت على المستشفى، وما زال دمه في العربيه حتى الان دمه في العربيه، ورميت العيال في الشارع بالاطفال الصغيره. ده كل اللي حصل. ذهول. انا عايز افهم ابني عمل ايه؟ لا شتمه ولا انا شتمته. اقسم بالله العلي العظيم يا استاذ احمد لو ابني شتمه قال ابني ليه ادب وصل نفسه كده. ولو انا شتمت هذا الراجل اقول لك انا راجل ما عرفتش احافظ على ابني وقعت ابني في المحظور. انما ما حصلش حاجه، كلمتين عتاب. نزل يشتم انت بتشتم ليه؟ ده ما حصلش حاجه. محمد قال له ده انت خبط عندي بالفرده اليمين، ولو عندنا حاجه مفيش مشاكل يا سيدي. وانا قلت له لف يا ابني اركب العربيه. الواد بيلف يركب العربيه من باب اليمين، وبعدين بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. فوجئت الثاني داخل يجري عليه، ضربه كده وراح رجع يجري. عايز الناس اللي بيضربوا بريه ما توقعش ان في ايده مطوه ولا بيضربوا بسلاح. ولا تنبهت لهذا الامر الا لما صرخت البنت دي اللي صرخت، لان دي اللي كانت من الجنب اليمين اللي شافت المنظر. وانا بقول لها انت بتصوتي ليه؟ ايه طب اخويا الدم مضروب بمطوه. والله العظيم يا حاج احمد صدق واؤمن بالله. انا خدت الولد بص بعد اذنك يا استاذ احمد، انا حجزت ابني كده، نزلت لميته كده في زمون، كنت انا بجري بالعربيه حاطه